يا مساء الورد والياسمين عليكم يا حلوين، يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب العالمين. النهاردة الفيديو روتين على وزن إين. النهاردة روتين كده بسيط. صحيت كده الصبح قلت بقى ايه، احنا الواحد اشتاق لموضوع الروتينات ديت بصراحة. وفي نفس الوقت كان الأول الواحد ما بيقدرش يقف في المطبخ من الحر، يعني اللي هو ايه، احنا مش قادرين. فخلاص بقى بدأ الجو يعني يلطف شوية، فاللي هو وانا بدأت اشتاق للروتينات وبدأت ان انا اشتاق للشغل. فقمت بقى كنت جايبة علبة جبنة دومتي زي ما انتم شايفين كده اهوت. فحبيت ان انا نعمل الفطار سندوتشات كده جبنة اللي هي سندوتشات الجبنة الدومتي دي. وابدا ان انا طبعا انا بعمل دايت كيتو يا جماعه. فماشيه على فطاري بيبقى عباره عن فلفل رومي ومعاه جبن، او خيار ومعاه جبن حاف كده من غير عيش ومن غير اي حاجه. ده يمكن النظام الوحيد اللي انا مشيت عليه. حسيت ان هو عمل مفعول معايا حلو قوي. يعني انا مشيت عليه مره في الشتاء، قعدت شهر على الحال ده، قطع الرز والمكرونه والعيش والسكر. فطبعا السكر ودقيق ممنوعين، نشويات ممنوعة، شغالة على السكر الدايت، وشغالة على الخضار، شغالة ان انا اشرب مثلا حبة شوربة بحتة اللحمة، حبة خضار لو معمولين متسبكين حاف من غير النشويات دي. عايزة اقول لكم كنت 86 او جايبة ال85.5، قولوا 86، بقيت 80 كيلو. الكلام ده كان من شهر 12 اللي فات، وعايزة اقول لكم من شهر 12 لحد اخر شهر 8 وانا ثابتة على ال80. كبيري ازيد 81، اظبط نفسي واقلل شوية في الرز والمكرونات والحاجات دي، اجيب ال80 شوية. وبعد كده كنت بدأت لما اقلل النسب شوية الاقي نفسي اجيب ال79. فلقيت نفسي ثابته على ال80. طب يا بت بدل انتي ثابته على ال80، طب ما نعمل شهر كمان من الكيتو ده توصلي ل75 ل74، وبعد كده تبدأي انك انتي برضو بيثبت. فحبيت ان انا امشي على النظام ده. انا بدأت عليه من اخر شهر 8، ومن يوم 27/8 بالظبط، ووصلت ل77.5. وانا لسه يعني بقالي ده يعتبر مثلا تالت اسبوع او اخر الاسبوع التاني. فحلو يعني من 80، اعتبر جبت 2.5 كيلو في اسبوعين، مش وحش. ممكن اي حد يسمع يقولك لا ده في طرق تانية بتخسس في الاسبوع، مش عارفة بال2 كيلو وال3 كيلو. يعني انصحكم ده اكبر غلط. مش صح انك انتي اول ما انك انت مثلا تخسي بال3 4 كيلو اللي خسيتيهم بسرعه هتتخنيهم بسرعه. لكن مثلا لو مشيتي على نظام الكيتو ده، هيمسك معاكي انك انت كل اسبوع لما تخسري كيلو كيلو ونص، مش وحش. هيبقى زي ما حصل معايا. انا كنت 80 كيلو ومش عايز، مهما باكل ومهما بشرب ما بزيدش عن 81. ولو زدت 81 وظبطت بعديها بيومين انزل الكيلو في يومين. ف العبرة مش ان احنا نخس على طول، العبرة بان احنا نخس حاجة حاجة. وفي نفس الوقت نظام الكيتو حلاوته انه بيخليكي ما عندكيش يعني ما عندكيش حب مش انك انت بتكرهي الاكل، لا، بتحكمي عقلك. احنا في الاكل بالذات بنحكم بطننا، فاهمني اللي هو ايه، انا عايزه اكل، انا عايزه، لا انا عايش فينو، يعني انا مش عارف بيتزا، لا انا الرز كده سخن بالشعريه ايه طعمه تحفه، ده انا عايزه انزل اغطس فيه. لا طبعا مش حلو، مش حلو خالص خالص خالص. الحلاوه النظام الكيتو ده انك انت يومين 3 وبتبداي تتعودي على النظام اللي انت ماشيه عليه. بتبداي تتعودي ان مفيش رز مفيش مكرونه. بس اهم حاجه الاراده، اهم حاجه انك انت تفكري في ان انا لا انا عايزه اخس عشان ما اتخنش، انا عايزه اخس عشان الدنيا ما تزيدش معايا. يعني انا جبت طقم جديد ولبسته وانا كنت 80 كيلو. حسيت ان انا فيه بالرغم ان هو واسع جدا وحلو وكل حاجة، بس برضو حسيت ان انا فيه مش متناسقة. فقلت لا انا عايزه اعمل النظام الكيتو دوت. وكنت بمسك نفسي قوي 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 في الاكل، يعني اول يومين 3 وخلاص اتعودت ان انا اكل الصبح فلفل رومي او فلفل كوبي بالجبن بالحاجات دي.
والظهر نفس الكلام ممكن اكل حاجات يعني. وانا بعمل الشاورما السوري ديت زي ما انتم شايفين، الشاورما السوري ديت طبعا هتشوفوا في اخر الفيديو ان انا بحشي سندوتشات. فانا طبعا الاكله دي بعشقها، وبطاطس محمره بقى وايه، بعشقها. عايزه اقول لكم ان انا كل اللي عملته ان انا جبت 3 قرون من الفلفل الكوبي او الرومي، عشان احنا اسكندرانيه بنقول عليه كوبي يعني. ففتحته نصين وبدات ان انا احط الفراخ بعد ما يعني بالفلفل الرومي زي ما انتم شايفين والتتبيله، وحمرتها في الطاسه. رحت واخده نصيبي اللي المفروض كنت احطه في السندوتشات، ورحت حطاه على انصص الفلفل الرومي، وحطيت عليه نقطه كاتشب وكلته حاف، بحيث ان هو يبقى حلو ويبقى جميل. فالمهم الاراده. فانا بدات ان انا خدت الفراخ اللي انا قلت لكم عليها دي، حطيتها على انصص الفلفل ورحت واكلاها. اديني اهو كلت شاورما سوري. اي نعم ما كلتهاش بالعيش والبطاطس المحمره، بس طبعا ما كلتش بطاطس، بس يعني طبعا لقطت لي واحده بطاطسايه تاني بطاطسايه كده. فاللي هو ان انت لما تعملي النظام ده بتوصلي لمرحله انك انت بتحكمي عقلك اكتر، ومش بتحبي انك انت تزودي في الاكل، اللي هو بتبداي تحبي انك انت بتلاقي نتيجه. وكل الواحد لما بيعمل مثلا نظام معين للدايت ولا بيعمل حاجه ويلاقيها بتجيب نتيجه معاه، بتخليه بيتشجع اكتر. لكن في انظمه تانية وكل واحد ليه نظام لجسمه. يعني انا النظام اللي مشي معايا اللي هو نظام الكيتو، حلو جدا 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 بصراحه. اما انظمه تانية مثلا اللي هو الصيام المتقطع، مش عارف الميه، الاعشاب، جه عليا وقت بقيت اشرب اعشاب اللي هي بتشربيها بعد الاكل، وبيبقى فيها سلامكه كده، اللي هي اللي بتخلي فيه زي تخش يعني تعملي حمام وتنزل الاكل. مشيت عليها برضو ما عملتليش حاجة يعني. برضو التقليل بيبقى حاجة بسيطة جدا جدا جدا، مش بيقلل بطريقة كويسة يعني. كمية الخسية غير لما تخسي بطريقة الكيتو وتاكلي فاكهة وتاكلي خضار، فدي بتبقى احسن بكتير. هنا بقى كنت بحط البطاطس المحمرة كده زي ما انتم شايفين، وبحط عليها طبقة الفراخ الشاورما بعد ما اتشوحت، وبحط كاتشب وعليها بقى كده، ياكلوها بألف هنا وشفا. بس طبعا انا ما عرفتش بقى اعمل الحاجة دي بصراحة. اهو زي ما انتم شايفين كده حاجة كده لذيذة، ولفتها على اساس ان هو بقى تحطيه على طاسة وتحمري الساندوتش كده من الجنبين وتاكليه، وتبقى حاجة عندك في البيت. العيش دوت التمن ترغفة بتتباع عند المحلات اللي بتعمل الكنافة والكلام دوت، بتتباع ب15 جنيه وبيبقى سعرها حلو. ودي النتيجة اهو. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. يلا سلام.